السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بصحابتي الغزالات، نتمنى تكونوا مزيانين واموركم على خير وصحيحتكم مزيانه. وكنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه واحسن الاحوال. ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد على القناه. وكنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي وما كيعرفنيش، معكم اختكم فاتحه. وصحابتي الفنات الغزالات ديالي اللي متبعيني من اول البدايه ديال القناه، كنقول لكم راكم منوريني ومكبرين بيا لهلي خطيكم عليا، وشكرا لكم من القلب على التفاعل والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما. اليوم روتين جديد فيه جديد المشتريات، وفيه حتى الحداقه والتاويل والتدبير. اختي فيه الحداقه. اول حاجه بديت معكم بها في هذا الفيديو هو غادي نحيد الحوايج ديال الصيف وغادي نهبط الحوايج ديال البرد. هاد الحوايج البنات ديالي انا وبنتي الكبيره وراجلي. اما الوليدات الصغار راني فايت لي شاركت معكم في الفيديو اللي فات، هبطت لهم تما الحوايج ديال البرد وحيدت الحوايج ديال الصيف. هذا البلاكار ديالي البنات خويته من الحويجات ديال الصيف الخفاف، راه بدا كيجينا البرد هاد الايام قاصح. وحيدت هذوك الحويجات اللي كانوا في الباليزات ديال البرد، درتهم في البلاكار، ستفتهم مزيان. ودابا غادي ندوز للناموسيه. غادي نحيد الليزر والكوفرلي والمخيدات ديالو، وغادي نحطهم يتصبنوا ونهبط الكوفرلي سخون هو اللي كيصلح لهاد الوقيته. هنا غادي ننظف البيت مزيان مزيان، غادي ناخذ واحد الزويف وغادي نمسح الغبره من الناموسيه، الكوافوز والشرجم وكل شيء اللي فيه العود غادي نمسحو. الجناب ديال الحيط تا هما غادي نمسحهم. المهم حطيت البنات هاد الغشاء. اول حاجه غادي نبدا به راه سخون بزاف، غادي نقادو مزيان ونشدو من التحت بداك اللاستيكات اللي كيكونوا فيه باش نزيرو مزيان وما يبقاش يتكحز لهاد الجهه ولا للجهه الاخرى. من موراها كندير هاد الكوفر اللي فايت ليا شارياه مده هذه مع الخاميه ديالو حتى هي غادي نعلقها. هادشي كنحيدو في الوقيته ديال الصيف وكنرجعو في الوقيته ديال البرد. كاين عندي شي حويجات باش نبدل بهم، ولكن هذا هو اللي باقي شويه فيه ما يدار، الاخرين حيدتهم. مره عاد كنبدل فيهم ملي كنكون زعما باغي نصبن هاد الكوفرلي. المهم من موراها ملي قاديت البيت مسحته مزيان، غادي ندوز عليه بحال هكا بالشطابه باش لا كاينه شي غبره او شي حاجه طايحه في الارض تقاد. وهذا هو الشكل النهائي ديال بيت النعاس ديالي من بعد ما قاديته مزيان. درت ليه الحويجات ديال البرد، تغطيت بهم الناموسيه. الحويجات ديال البوسته هما راني حطيتهم ديال البرد وحيدت ديال الصيف. من موراها غادي نهبط للكوزينه باش غادي نقاد الغدا ديال هذا النهار خفيف، كيفتح الشهيه كيشبع، ماشي بحال الطويجين ولا المريقه كتطلع في الراس ودغيا كنملو منها جوج دغيمات وكنوضو. هنا خديت تقريبا واحد الكيلو ربع ديال جناح ديال الدجاج، كنشري ب 20 درهم. ملي كيكون الدجاج هابط في الثمن كنشريه ب 15 درهم. غادي نزيد عليه التوابل كما شفتوا معايا: خرقوم البلدي، سكينجبير، الملحه، التحميره، شويه ديال الزعيطره، آه، الخل، وشويه ديال ديك الهريسه او الصلصه الحاره. المهم غادي نضيف عليهم شويه ديال الماء والزيت نباتيه. غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها، وراني درت فيهم حتى الكمونه البنات وشويه ديال القزبر يابس مطحون. غادي نخلط هاد التوابل مع الماء حتى تجانس مع بعضياتها. من بعد غادي ناخذ داك الجنيوحات ديال الدجاج وغادي نبدا نخلط او نفند فيهم حتى يتبلوا ليا مزيان. بغيتو ديروا فيهم شي فتيحات ليكم الاختيار، انا معاه ما هبطش بكري من الفوق من بيت النعاس. راكم عارفين البلاكار فاش كتكوني توجدي فيه بحال هكا، تستي فيه الحوايج وتقادي في الحوايج ديال البرد وتحيدي في هذا، راه كيشد لكم الوقت. هذاك الشيء علاش راني ما درتش فيهم فتيحات. قاديتهم في هذه اللاطه اللي غادي ندخلها للفران وغطيتها من الفوق. وهنا كما شفتوا معايا بطاطا راني سلقتها نص سلقه، وديك العطريه والتوابل اللي بقاو ليا هنا غادي نخلط فيهم هذيك البطاطا ونستفها حتى هي في اللاطه وندخلهم للفران باش يتحمروا مزيان. من بعد غادي ناخذ تقريبا هنا 2 كيسان بقياس العنبه ديال الروز كلاصي، نقيته مزيان، غسلته وخليته يتسقطر، غسلته شي 3 المرات. من بعد غادي نضيف عليه
ورقة سيدنا موسى القياس اللي بغيتو. غادي نزيد عليهم هنا شويه ديال الملح، وغادي ناخذ هنا الخيزو او الجزر اللي مقطعاه مربعات رقاق. من بعد غادي نزيد عليهم 4 الكيسان ديال الماء بقياس العنبه تا هما، وواحد شويه. هاد الروزه البنات غيطيب فيه هاد الماء، ما غادي نزيد عليه حتى شي حاجه، وما غاديش نصفيه من بعد، كيجي الحبه على اختها. وضروري ما ديروا شويه ديال الزيت، انا راني نسيت ما شاركتوش معكم، ولكن راني درته باش ما يلصقش على بعضياته والعافيه تكون مهيله بزاف. من بعد غادي نتبلو بهاد المكونات. عندي هنا البصله مقطعه مربعات رقاق، قزبر ومعدنوس، طون وزيتون كحل، ملحه، الكمون، شويه ديال البزار، وثلاثه المعالق متوسطين او كبار ديال المايونيز. ومن بعد غادي نضيف عليهم زيت الزيتون. كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها وكنضيفها للروز. كنخلط بها الطريقه هذه حتى كتجانس ليا المكونات كامله مع بعضياتها، وكنقدمها في طبيصلات صغار. كنرافقها اما مع هاد جنيوحات او طويجنات، كنرافقها مع الحوت، مع اللحم بالبرقوق. فيما كانت شي حاجه بحال هكا كنحطهم في الجناب. كاين بعض المرات كنديرو هو نيشان العشاء. هنا من بعد ما طاب ليا داك الجنيوحات غادي نخلط شويه ديال صلصه الصوجه وشويه ديال مركز الطماطم وشويه ديال الصلصه الحاره. خلطتهم ودهنت هذوك الجنيوحات ورجعتهم للفران حتى خدوا هاد اللوين. ما تسخوش تشبعوا منهم البنات. احسن غدا عندي لا انا ولا مول الدار ولا وليداتي هو هذا. ما كتكونش فيه ديك المرقه بزاف والعطريه اللي كتقهم وتبقى جيعانه وكيشبع البنات. من بعد غادي نخرجوا عندنا واحد الغرض، جايين عندنا شي ناس وغادي نتقداو داكشي اللي خاصنا. هنا هبطنا لهذا المحل اللي مقابل مع الجزيره مول هنا في مدينه جديده، هو اللي كنتقداو من عنده. واخا كاينين المحلات بزاف، كيعجبنا غير هذا من زمان من اللي حل. فيه بيجامات زوينين، فيه فوطات، داكشي ديال العرايسات، داكشي ديال البحر، اي حاجه متوفره عنده. ديما عنده الجديد والاثمنه ديما مناسبه. كاين بعض المرات اللي كنقول ليه نقص ليا عافاك كينقص ليا في الصراحه، ولفناه. خدينا من عنده هنا 2 بيجامات ودزنا لهذا المحل الاخر اللي فيه الكوفرليات. انا لقيت واحد المحل بنفس زعما هاد الكوفرليات ديال البلاصه، قال لي 4000 ريال 200 درهم. وهذا المحل كاين في حي المطار، خديت من عنده هاد الكوفرلي غير ب 100 درهم كل محل والثمن ديالو، ولكن راه نفس السلعه. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم هاد المشتريات اللي تقدينا هاد النهار. خديت هنا من هذاك المحل نيت 2 بيجامات رواق هشام، يمكن لا سميتو رواق هشام والله ما بقيت عاقله. خديت هاد البيجامه هذه لبنتي، هذه ب 150 درهم. قال لي 170، قلت لي خليها غير ب 150. خديناها راها واعره وزوينه وانيقه في اللبسه. جايين عندنا شي ناس. انا من بعد هاد الفيديو غادي نحط فيديو اخر وغادي نقول لكم على الجايين ونقول لكم اشنو وقع. المهم البنات كيكون مع هاد السروال فيه هاد الشبكه، كاينه هنا في التحت ديال السروال وكاينه في العنق ديال البيجامه هاد اللون البيج، وكاينين فيه هاد الجويبات. عرفتوا اللبسه كي جات واعره فن البنات. هاد البيجامه خديناها ب 150 درهم. البيجامه اللي معاها خديناها ب 170 درهم. خدينا 2. هانتوما الشكل ديالها راه زوين، هي في الغوز ولكن ما بيناش مع الكاميرا، كتبان اللون ديالها بحال باهت شويه كاشف، ولكن هي اللون ديالها راه زوين بزاف. فيها طريزات في الكول وطريزات في الجياب، وكاين صداف في الوسط. هذه حتى هي لبنتي. معاها هاد السروال كاين شكل اخر بحالها، كاين السروال مطروز من الرجل من التحت، ولكن حنا ما عجبناش، بغينا هذه. طريزات حلوين عاطين العين وفي نفس الوقت راقيين وخفاف.
المحل اللي جبت منه الكوفرلي قلت لكم البنات اللي هنا في جديدة في حي المطار، عنده أثمنة مناسبة والوينات زوينين ديال بلاصة وحدة. هذا شريته على حساب ولدي، حيدت ليه انا غادي نشارك معكم الكوفر او الليزر اللي كان ديال الصيف، كيكون هاد الوقيته بارد، وغادي نلبس ليه هذا اللي شريت دابا. شريته البنات ب100 درهم، كان يقدر ينقص ليا ولكن انا مع قال لي واحد السيد في المدينه 200 درهم صافي دغيا عطيتها ليه. حدا هذاك المحل اللي خدينا منه هاد الكوفر اللي ديال ولدي كاين واحد السيد حاط هاد الشيء غير برا، دير ليهم الصولد 20 درهم. خدينا هاد الصنداله ديال البلاستيك كنبغيها انا نسيق فيها او نتوضا فيها، وبنتي الصغيره خدات هاد البانطوفه هادي ب20 درهم، وهاد البانطوفه اللي في البيج حتى هي خديناها ب20 درهم من عند نفس المحل. هذه هي اللي غتلبسها بنتي الغد ليه ان شاء الله مع البيجامه اللي قلت لكم في الاول ب150 درهم في البيج، وفي هذيك الشبكه في الصدر وفي الرجل ديال السروال لهذيك المناسبة إن شاء الله. هذيك الدار فيه هذاك الكلينكس ديال اليدين اللي كنحطو هكا في الصالون، كنت واخده شي وحده بحالها ولا جوج، ولكن كان فيهم الحديد، هذاك الحديد كامل صداء ورميتها. لقيتها اللي لقيت هذه كامله فيها العود، قلت صافي هذه هي اللي غتصلح ليا، ومع الفلوس كانوا ما بقاوش ليا، خديت غير وحده، عاد غادي نرجع ان شاء الله نجيب وحده اخرى. خديت معاهم هاد الشبكات هادو ديال الخبز ب25 درهم الوحده. وهاد البلاستيك اللي شاركته معاكم وحطيته هذيك باكيه ديال داك البلاستيك الرقيق اللي بدرهم الوحده، كنحطوه في المناسبات وكنحيدوه ملي كيعمر حاشاكم بالعظومه وداكشي ديال الماكله. هنا خديت فقاص مالح جوج انواع 250 غرام في الوحده، يعني رابعه في الوحده، خديت هنا نص كيلو. وهذا هو اللحم اللي غادي نستقبلوا به الضياف اللي غيجيو الغد، اللي خديت 4 كيلو ديال اللحم. 100 درهم عندنا هنا باش ولا في جديده. هاد الطابيه هذه اللي غادي نحطها عند الباب حتى هي شريتها من نفس المحل اللي خديت منه الشبكات ب30 درهم. منظرها زوين وما كتبانش فيها شي حاجه دغيا، حتى زعما طوال المده عاد بغينا بحال هكاك نحكوها. من بعد ما ارتاحيت شويه من برا غادي ندوز باش نشارك معكم اشنو غادي نحضر العشاء. العشاء كيف ما كتشوفوا معايا هنا خديت القصريه، بغيت ندير فيها شويه ديال الفورص، شويه ديال القمح، باش غادي ندير بطيبيطات معمرين. درت معاهم شويه ديال الملحه والخميره على حساب الجو، والماء خاصو يكون سخون مزيان، ما يكونش طايب يحرقنا في يدينا، ولكن يكون سخون مزيان باش يلا تخمر لينا العجينه مع الحال بدا يبرد شويه. من بعد ما جمعت العجينه كيف ما لاحظتوا معايا غادي ندلكها واحد شويه بهذا الشكل هذا بالماء، وندلكها بهذيك الطريقه على الناشف حتى هي واحد شويه، تقريبا واحد 2 دقائق هكاك. راكم عارفين البطبوط كيبغي يكون مرخوف شويه ومدلوك، ماشي بزاف، غير شويه وصافي. من بعد غادي ندهنهم بالزيت او ندهن العجينه بالزيت من الجهات كاملين، وغادي نديرها في هذا البلاستيكه نزمط عليها مزيان باش ما يبقاش يدخل ليها الهواء. غادي نغطيها ونخليها تضاعف الحجم ديالها او تخمر مزيان. من بعد ما دازت ديك النص ساعه بحال هكاك ولا ساعه غادي نحل على العجينه، غادي نديها ونجيبها بهذا الشكل هذا باش تزيد تكمل الدليك ديالها. وكيف ما كتلاحظوا معايا العجينه كلها فقاعات ما شاء الله، وحنا ما دلكناها ما تعذبنا معاها. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نشكل كويرات على حساب القياس اللي انا باغاه ديال البطيبيطات. من بعد غادي ندوز باش نحضر الحشوه راه حضرتها هي الاولى وخليتها بردات، ولكن غادي نشارك معكم بالحاجه. ملي وصلنا لذوك الكويرات راني خليتهم يرتاحوا، عاد غادي دابا نبدا نقطع في الخضره اللي غادي نديرها في الحشوه. ولكن انا راني درت الحشوه كما قلت لكم في الاول، خليتها تبردات عاد بديت كنعجن. هنا
غادي نشحر البصله مربعات صغار مع شويه ديال الزيت حتى كتبدا تدبال. هذيك الساعه غادي ناخذ شويه ديال الفلفله اللي كانت عندي في المجمد مقطعه حتى هي مربعات صغار، غادي نزيد عليها ونبقى نحرك حتى كتبان ليا داكشي دبال مزيان. من بعد غادي ناخذ خيزو اللي غادي نحكو في الجهه الغليظه باش يبقى باين وما يتعجنش. غادي نضيفو على هاد الخليط ديال الخضره، وغادي نزيد عليه الخرقوم البلدي، التحميره، شويه البزار وشويه الملحه. العطريه كتبقى على حسب القياس اللي نتوما دايرين. كنخلطوا مزيان هذاك المكونات ونخليوها واحد 2 دقائق بحال هكاك، ما غاديش نكثر على خيزو الطياب. من بعد غادي نزيد عليه نص علبه ديال الطون لوكوس ديال الزيت، هذا كيكون اقتصادي، راه فايت ليا درت النص وخليت النص، ويمكن نديرو في المجمد كيبقى عندي ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. هنا غادي ناخذ الفرomاج اللي كنجيبو من بيم ب 16 درهم ل 250 غرام، غادي نحكو باش غادي نعمر به هاد البطيبيطات. غادي ندير غير شويه ماشي بزاف باش يطلع لينا هاد البطيبيطات اقتصاديين. صافي هنا كنحل ديك الكويرات من بعد ما خليتهم ارتاحوا مزيان تقريبا واحد 15 دقيقه باش يجيوني ساهلين. كنحلهم كنقرص الجناب واحد شويه وكنخلي الوسط غليظ. كناخذ القياس ديال معلقه بحال هكاك، معلقه ونص على حساب القياس ديال الكويره او ديال العجينه. كنحط ديك الحشوه في الوسط وكنسد عليها بهذا الشكل هذا صافي، وكنحطها حتى كنكمل كلشي كنغطيهم. كنخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه باش ملي نجيو نقرصوهم كنلقاوهم ساهلين وبداو كيخمروا شويه، ما كنضغطوش عليهم بزاف. الا درتوهم في البلاصه كتقاب لكم العجينه بداك الدجاج، خليهم حتى كيرتاحوا واحد شويه. من موراها غادي نتسنى واحد شويه بما خمروا، وغادي نسخن المقله الغليظه ونكب فيها واحد شويه ديال الزيت، نص معلقه ولا موحاش كامله، غير باش يجيونا داك البطيبيطات محمرين من برا. صافي هنا كنبدا نقلب وكنشقلب بهذا الشكل هذا حتى كيتحمروا ليا من الجناب من كل شيء. وغادي نرافق هاد الحسوه، هاد البطيبيطات مع حسوه بمطيشه او تشيشه ديال الشعيره، هي اللي كتصلح في هاد الوقيته ديال البرد. راه حطيتها لكم في شورت صغير ولكن بغيت نشاركها معكم بالتفصيل. هنا غادي ناخذ بصله متوسطه وغادي نحكها في الجهه الغليظه. كنحك معاها 5 المطيشات او طماطم حمرين طيبين كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا في الجهه الرقيقه. هاد الشوربه البنات راها كتسخن وفي نفس الوقت صحيه. من بعد ما حكيت هاد الخضيره هذه غادي نكبها في الطنجره اللي غادي نطيب فيها، وغادي نزيد عليها معدنوس، كرافس، شويه ديال القزبر. غادي نقطعهم قطع عشوائيه كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نطحن كل شيء في الخلاط ديال العصير. يمكن لكم غير تقطعوا بهذا الشكل هذا، يمكن لكم طحنوه، لكم اختيار. انا كاين مره كنطحنو كاين مره ما كنطحنوش، راني غلطت راني طحنته يمكن في الشورت، اما هذا قطعته نيشان. صافي هنا غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، شويه ديال سكينجبير، البزار، شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وشويه ديال التحميره، الخرقوم البلدي. العطريه كتكون على حسب القياس اللي نتوما دايرين ديال الحسوه او الحريره. من بعد غادي نزيد عليهم الزيت النباتيه في الاول، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. هنا عندي نص كيلو ديال البلبوله غليظه ديال الشعير، راني نقيتها مزيان، غسلتها 2 مرات ولا 3 وخليتها واحد 20 دقيقه وهي في الماء. من بعد صفيتها وغادي نضيفها لهذا الخليط، وغادي نكبو الماء الكافي اللي غادي طيب فيه هاد الحسوه من الاول حتى الاخر.
وإلا مشى نشف ليكم الماء وبغيتو تزيدو شوية غادي تزيدوه طيبوه عاد ضيفوه. من بعد درت شوية ديال ورقة ديال سيدنا موسى. هنا عندي شوية ديال الحوت، هذا اختياري البنات، كاين بعض المرات كتكون عندي الكروفيت كنديرهم، هاد المرة ما عنديش. هنا كاين زيت الزيتون، عندي الزعتر او زعيطرة، شوية ديال السمن غادي نخليه حتى الاخر. غادي نقطع شوية ديال الحوت الابيض، هاد الحوت البنات الصنور كان عندي، وقلت غادي ندير فيها شويه ديال الحوت باش يجي المذاق ديالها بنين. بعض المرات كنكون دايره فيها الكروفيت، بعض المرات كندير شويه ديال الكفته الا كانت متوفره عندي. دابا كاين غير الحوت غادي نقطعه. من بعد كنبقى نخلط مزيان بديك المعلقه ديال العود من التحت باش ما تلصقش ليا حتى شي حاجه تما وما يجيش فيها المذاق ديال الحراره. الا مشات تحرقات لكم راه ما كتبقاش بنينه. صافي هنا من بعد ما قطعت داك الحوت تا هو غادي نضيفو، ولكن راه قربت طيب ماشي في الاول، باش يبقى المذاق ديالو مجهد وباين. هنا راه يدي هنا ويدي هنا، ولكن كل حاجه كنشاركها معكم بوحدها. راني الا جيت بقيت طيبت البطبوط عاد بديت نشارك معكم الحسوه، راه غادي يخصني الوقت بزاف. صافي هنا راني كملت تقريبا. غادي ندير شويه ديال السمن باش يبقى المذاق ديالو باين. هنا شويه ديال الزعتر تقريبا واحد المعلقه كبيره، غادي نحكها بين يديا بهذا الشكل، وغادي نضيف عليها زيت الزيتون. صافي غادي نخلط هاد المكونات ونطفي في البلاصه، كنغطي عليهم، وهذاك الصهد كيبقى يرجع ليهم، وفي نفس الوقت كيطلق الزعتر. ما غاديش نقدمو دابا، غنتسنى عليه واحد شويه. وإلا وصلتوا حتى لهنا خواتاتي ما تنسونيش من لي لايك واشتركوا في القناة الا كنتو مازال ما مشتركينش، باش تبقاو توصلوا بكل جديد ديالي الا جات على خاطركم بطبيعة الحال. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب وخصوصا المبتدئات، وما تنسونيش من لي لايك البنات، راه هذوك لي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو، خليو اليوتيوب يقترح القناة على ناس مازال ما واصلاهمش. وهذا هو الشكل النهائي ديال العشاء ديالنا، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. جربوها البنات، راه اقتصادي هادشي وكيفتح الشهيه.